الناس اللي بتحاول تتواضع فبتقول على نفسها إن هي nobody، مش أحسن كتير من الناس اللي بتحاول دايمًا تنفخ في نفسها وتكبّر وتعظّم في نفسها وتقول I am somebody. العكس هو اللي موجود هنا، إن الناس اللي بتعظّم في نفسها ده بيبقى ego، والناس اللي بتقول على نفسها I am no one ده كمان ego، بس ده ego reverse. الego reverse دايمًا أوحش وأقبح، ويعني spiritually في مكان أقل بكتير من الego الforward، لإن على الأقل الego الforward بيبقى شايف إن هو مهم في الدنيا، إن هو بيعمل حاجة، إن هو ليه قيمة. الego الreverse اللي هو بيقول على نفسه I am no one، ده حد بينكر عظمة ربنا في خلقه. يعني ربنا خلقنا perfection، ربنا مش بيخلق حد من غير سبب، من غير قيمة، من غير blessings. يعني وجودنا في الحياة أصلا blessing، وعندنا purpose، وعندنا كل واحد عنده الجيرني بتاعته، وربنا نافخ فينا من روحه، فما ينفعش في الآخر نطلع no one. احنا حد لازم دايما نكون فاهمين قيمتنا في الدنيا عاملة ازاي. الفكرة إن القوى الظلامية دايمًا بتضحك على الناس وعلى عقول الناس الضعيفة، وبتبيع لهم التواضع على إن هو أنا هاقول إن أنا I'm no one، وده طبعًا فكرة خاطئة. المفروض إن إحنا الهدف اللي إحنا عايزين نوصل له إيه، إن إحنا نفهمه إن إحنا موجودين هنا في الحياة أداة أو channel، قناة. الحياة بتحصل من خلالنا عشان يحصل بينا تفاعلات، وعشان كل واحد يعيش الرحلة بتاعته، وعشان كل واحد لما بيعيش الرحلة بتاعته يحصل ما بيننا التفاعلات دي، ده اللي بيخلي الحياة تحصل. لما ساعات تقول لحد شكرا عشان عمل لك حاجة كويسة، فبيقول لك ساعات دي من ربنا، ربنا بعتها لك من خلالي، فأنا مجرد مرسول أو رسالة. هو ده الفكرة اللي احنا عايزين نوصل لها، إن احنا دايما ربنا بيبعت من خلالنا حاجات تحصل الحياة من خلالنا، عشان يحصل تفاعلات بين الناس، وعشان كل واحد يمر بالرحلة بتاعته. فتخلوش حد يضحك عليكم ويقنعكم إن التواضع إنك انت تقول I'm no one، وبرضه يعني ما تتغرش وتعظم نفسك وتفتكر ان انت you are someone، عشان ده كل حاجة برضه ربنا. احنا كلنا زي بعض، مخلوقين من نفس الوعي، كل ده وعي جماعي، كلنا مخلوقين من نفس الأصل، من نفس التربة، وراجعين ليها تاني لما نخلص الرحلة بتاعتنا على الأرض، في الحياة دي أو في الحياة التانية. فبس اعرف انك انت وسيلة ربنا بيبعت من خلالها حياة عشان يحصل كل الحاجات اللي حوالينا في الواقع المادي اللي احنا عايشين فيه.